السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم يا جماعة، وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار النادي الأهلي، وبالتحديد مباراة نادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري. ما تنسوش أول حاجة بنبدأ بيها الفيديو بتاعنا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش تصلي على النبي في تعليقاتك ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. هنتكلم في حاجتين ثلاثة كده على السريع يا جماعة. المستوى اللي قدمه النادي الأهلي النهاردة يعني غير مرضي تماما على الإطلاق. أي حد سمع الماتش أكيد هيأيدني في الكلام ده، واللي مش مأيدني واللي عايز ينتقد يطلع يقول لي أنا بتكلم صح أو لأ في الكلام اللي أنا هقوله لحضراتكم دلوقتي. عندنا اللاعب محمود عبد المنعم كهربا يا جماعة، الشوط الأول كان هيجيب للناس شلل. يعني احنا كان هيجي لنا شلل، طبعا كل الدعم ليه، احنا ما قلناش حاجه، احنا كده كده بندعم اي لاعب داخل المنظومه، ولكن مش ذنب الجمهور ان احنا يا كابتن محمود يا خطيب نقعد حوالي 4-5 سنين نادي بحجم النادي الاهلي بيحصد بطولات بيخش له ملايين الدولارات ومش عارفين نجيب مهاجم من 4-5 سنين لحد دلوقتي يكون مهاجم يليق بالنادي الاهلي. ليه ما نجيبش مهاجم تقيل مهما تكلف ثمن الصفقة؟ يعني معلش انا مش بقلل من كهربا، ولكن انا شايف ان ده مستواه، علشان نقعد احنا نتفرج على كهربا وهو بيجيب لنا شلل، وبعد كده احنا كسبانين على بال ما جاب جون، كسبانين 1 وبالعافية. وكابتن محمد الشناوي برضه بنتمنى له كل الدعم لو في حاجة نفسية، ومارسيل كولر يقعد معاه كده، والكابتن سامي قمصان والناس تقعد معاه برضو، احنا هنفضل ندعمه. الشناوي احسن حارس في مصر، ما قلناش حاجه، ولكن غلطه النهارده ما تجيش من لاعب كبير زي محمد الشناوي، كانت ممكن تخسرنا الماتش وتخسرنا ال3 نقط، واحنا النهارده مش حلم خساره. انت النهارده عشان تخسر المباراه او تتعادل عايزك تقول لي بيراميدز مبروك عليك الدوري. فطبعا لعيبه كتير بتغلط ولاعيبه كبيره ونجوم العالم، ولكن الشناوي في الوقت الحالي احنا مش حمل غلط في حته زي دي كان ممكن تخسرنا الماتش. وبنناشد الكابتن محمود الخطيب، عايزين مهاجم زي الناس يليق بالنادي الاهلي. كهربا وميديتس كل واحد فيهم على قد مستواه. كهربا خلاص كان هيقضي علينا وهيجيب لنا شلل الشوط الاول، والنادي الاهلي مستواه تراجع. الشوط الثاني يعني الاتحاد مسك علينا كوره في فتره من الفترات في اخر المباراه، وكان ممكن يتعادل في اي وقت ونخسر المباراه، نخسر نقطتين. وانا وجهه نظري ان احنا لو وقعنا نقطتين وقعنا 3 نقط هنقول لبيراميدز مبروك عليك الدوري. محدش يقول لي لسه بدري، احنا المستوى اللي قدمه النادي الاهلي النهارده مستوى هزيل. احنا كسبنا، مبروك للنادي الاهلي، مكسب مستحق، ولكن اداء ونتيجه غير مرضيه تماما يا جماعه. نتمنى الكابتن محمود الخطيب يحسب ملف صفقه المهاجم بالاخص بعيدا عن اي صفقه، ومهما تكلف ثمن هذا المهاجم. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ومبروك النهارده على ال3 نقط، يعني نوعا ما مش مشكله يعني. الحمد لله يعني على ال3 نقط يا جماعه. وتحياتي لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.